السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي وفي حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. هنتكلم النهاردة عن الفنانة القديرة الراحلة دولة أبيض. دولة أبيض هي ممثلة مصرية اشتهرت في السينما المصرية بدور الأم القاسية أو الحما. ولدت في أسيوط عام 1896. أمها من أصل روسي، ووالدها كان بيشتغل مترجم في وزارة الحربية بالسودان، ودرست في مدرسة الراهبات بالخرطوم حيث عمل والدها هناك. اكتشفها الفنان عزيز عيد عام 1917 وأدت أول دور لها وهو الكونتيسا، ثم خلي بالك من إيميلي، ثم مسرحية ليلة الدخلة، ونجحت في أول تجربة لها على المسرح. ثم انتقلت إلى فرقة نجيب الريحاني ثم فرقة جورج أبيض التي تزوجته عام 1923. سافرت إلى سوريا مع فرقة أمين على طلع عام 1920، ثم التحقت بفرقة منيرة المهدية، وفي عام 1921 مثلت في أوبريت شهرزاد لفرقة سيد درويش، ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني ومثلت ريا وسكينة، وانضمت مع زوجها إلى فرقة يوسف وهبي عام 1923، واشتركوا في مسرحيات لويس الحادي عشر وعطيل والجريمة والعقاب وكليوباترا. وفي عام 1935 انضمت إلى الفرقة القومية المصرية ومثلت أدوار البطولة في مسرحيات الملك لير وشمشون ودليلة ومضحك الملك والشعلة المقدسة والمعجزة وغادة الكاميليا. وقامت ببناء مسرحا باسمها عام 1944 في حدائق القبة، وبعد عامين تحول إلى دار عرض سينمائي سينما هونولولو. فازت بالجائزة الثانية للتمثيل عام 1925 وبالجائزة الأولى لتمثيل الكوميديا عام 1926، وحصلت على وسام الدولة للفنون في عيد العلم في عام 1960. من أعمالها شاركت في فيلم زينب عام 1930، كانت بتعمل شخصية أم زينب. وفي عام 1932 شاركت في فيلم أولاد الزوات. وفي عام 1939 فيلم الدكتور. في عام 1941 فيلم مصنع الزوجات. وفي 1942 فيلم ابن البلد. وفي 1946 فيلم دايما في قلبي وفيلم دنيا. ولها أيضا من الأعمال الفنانة دولة أبيض اسمها الحقيقي دولة حبيب بطرس أصبجي. تاريخ ميلادها كان 29 يناير عام 1896، وتاريخ وفاتها كان 4 يناير عام 1978. توفيت عن عمر 82 عام. كونتيسة المسرح العربي دولة أبيض وممثلين زمان ونجومنا الخالدين. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.